خليك معايا يا كابتن خالد، ما تقفلش. الحاج بهاء ابو رحاب رئيس اللجنه الرياضيه بحزب الحريه والعداله. مساء الخير يا حاج بهاء. مساء النور يا كابتن احمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ احنا حضرتك وصلنا زي ما انت بتقول كده، وصلنا ايه الموضوع وايه اللي حصل. نعم. انا عايز اوضحه بس للكابتن خالد لان هو يعز عليا جدا، فانا نعم يعني ارجو انه يعرف ان اتجاه الدوله لعوده الدوري والنشاط الرياضي. نعم اتفضل. الكلام ده ما فيهوش هزار. احنا نعم. حضرتك كلجنه رياضيه منشاه بقى لها 17 سنه. واخد بال حضرتك؟ نعم. كابتن خالد كان في نادي الزمالك وعارف ان اللجنه الرياضيه دي كان لها نشاط كبير جدا في دعم الدكتور كمال درويش. الدكتور كمال درويش موجود، ياسر نعم. موجود، يعرفوا ان احنا شغالين من 17. نعم. عندما انشئ حزب الحريه والعداله فاحنا توجهنا الى الاعلام ان احنا اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين. نعم. احنا اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين وليس حزب الحريه، فالاعلام سمانا اللجنه الرياضيه بحزب الحريه والعداله. فاحنا الاسم اصبح شهره، اسم شهره يتداول معانا. واحنا اتفقنا الاسم وتحركنا. هم طبعا عندما تعارضت الاراء لان احنا كرياضيين في اللجنه الرياضيه في الاخوان المسلمين راينا لازم عوده النشاط الرياضي والدوري فورا. مفيش اتصال في الموضوع ده لان بيوت ناس وشغل ناس ما يتقفلش عشان انتظر هذا او انتظر لان بيتك 80% من استقرارك يعتمد على دخلك الشهري او على الدخل او رزقك. فده كان راينا وقررنا فيه ما فيهوش جميع الرياضيين الموجودين في اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين. هو اللخبطه اللي حصلت في الاسم، هم لما حصل فهم رجعوا بقى لملفاتهم. الله، دول اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين بيستغلوا اسم الحزب ليه؟ دول مش تبعنا. احنا موافقين ونتشرف بان احنا اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين ونعلن راينا مش هيتغير، وهو راي اعتقد ان راي الدوله، راي رئيس الجمهوريه وراي رئيس الوزراء يجب ان هو عوده الدوري فورا. يجب ان الناس اللي بتاكل عيش مصدر دخلها ورزقها من الكوره يجب انها تعود، يجب الاستقرار وتعود الدوله لطبيعتها. البيان اللي اصدرناه احنا لن ننكره، احنا بس هنغير الامضه تحت اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين. اولا انا خالد انا بتشرف. لا استنى هخلي خالد يكلمك، بس عايز اقول لك حاجه قبل ما الكابتن خالد يكلمك ومعلش يعني اعذر انفعاله لان انا كان انفعالي زي انفعاله في البدايه، بس انت رديت لي ثقتي بنفسي. يعني ايه رديت الدم زي ما بيقولوا ايه، خليت الدم يجري في عروقي تاني وخليتني ابلع ريقي، لان انا قعدت اقول في البدايه انت اللعيبه اللي هم زمايلك واخواتك من الاخوان المسلمين انا قلت اسمائهم كلهم يا حاج بهاء، وقلت ان حضرتك كابتن سباحه وعارف ان هم يعني رجاله ازاي، وعارف اذا كان اولادك منهم هاني العقبي او غيره انت عارفهم كويس، ناس محترمه ما بيغيروش رايهم، ما بيتغيروش. انما احنا التزمنا، احنا اخطانا في ان احنا استغلينا اسم الحزب حزب الحريه والعداله، انما احنا لا ننكر ان حزب الحريه والعداله جزء اصيل من الاخوان المسلمين، واحنا ده موقفنا كرياضيين. طيب اذا الموقف داخل الجماعه غير الموقف داخل الحزب. لا ما نقدرش نقول كده. هم دلوقتي بس ايه كان الصدر ده لو تشاور معانا ما تشاركوش معانا فيه. طيب خلاص يبقى عشان انتوا اللجنه الرياضيه بالاخواني. طيب اذا عشان يبقى في تصحيح انه البيان الذي صدر بالامس صدر، انما ليس هناك اختلاف. طيب وان الرياضيين بتوع الاخوان المسلمين كلهم بلا استثناء. حلو. طيب حاج بهاء اذا خليني اوضح انه البيان الذي صدر بالامس كان عن جماعه الاخوان المسلمين، اما البيان اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين، اما بيان اليوم فصدر عن حزب الحريه والعداله، صح كده؟ بالظبط. طب خلي حضرتك معايا لانه بالتاكيد خالد عايز يسالك سؤال. اتفضل يا خالد. طبعا بشكر استاذ رحاب على يعني انا اسمي بهاء رحاب وانا بتشرف. يا استاذ انا اسف يا فندم، انا اتشرف بحضرتك يعني. وانا اتشرف بحضرتك جدا جدا. بص حضرتك، كلما اختلفت الاراء وكان في شايل هم الرياضه في مصر، فانت انسان محترم يجب ان احنا نشيلك فوق دماغنا مهما حضرتك كنت مختلف معانا او متفق. لا والله انا مش مختلف، بس انا الرياضيين المحترمين اللي احنا ربنا يخليك نحاول دايما يكون موجود زيهم في الساحه الرياضيه. شكرا يا استاذ بهاء. بس انا اقول حاجه واحده بس يا كابتن احمد، لان البيان اللي طالع مكتوب عليه اللجنه الرياضيه بحزب الحريه. معلش هو الاستاذ بهاء انا قلت لحضرتك انا عارف، بس هاني العقبي لما جه على الهوا هاني العقبي لما جه على الهوا معاك يا كابتن قال احنا اللجنه الرياضيه بحزب الحريه والعداله. صح يا كابتن خالد. انا هقول لحضرتك يا كابتن خالد، هقول لحضرتك
طب احنا شغالين من 17 سنه، وانت حضرتك في نادي الزمالك وعارف من ايام نادي المسلم الصغير في نادي الزمالك وعارف القصه بتاعتنا، احنا شغالين من زمان. لما يمشي الحزب احنا جينا نقول لهم احنا اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين، الكلام ده مسكوت عند الكابتن مدحت شلبي لما سالني انت ايه رئيس اللجنه، قلت له بالاخوان المسلمين، وهم تساهوا اسم الحريه والعداله. فاحنا كمان لما بقى اسم شهره لينا الحريه والعداله فاستفدناه، انما احنا حقيقه اللجنه الرياضيه بالاخوان المسلمين، واحنا بنعتذر لحزب الحريه والعداله عن استغلال اسمهم خطا، وبنعتذر لحضرتك ان احنا نسبنا انفسنا، وان كنا احنا اعضاء في حزب الحريه والعداله بنفتخر بحزب الحريه والعداله وبنفتخر بانضمامنا للاخوان، انما احنا في خطا في التسميه فقط وليس في المواقع. فاحنا بنعتذر لحضرتك، تعتذر لاي حد احنا سببنا له لغط او لخبطه في المواقع. حضرتك محترم وبنتمنى لك دايما التوفيق. يعني انا خلاص قضيتنا مع الاستاذ بهاء انتهت، يعني خلاص هو الراجل وضح. نعم. احنا دلوقتي يا كابتن شوبير معنى كده ان حزب الحريه والعداله لا طب خلينا معلش يا خالد برضه عشان نستفيد من وجود الاستاذ بهاء او الكابتن بهاء او الحاج بهاء معانا. اذا يا حاج بهاء موقف الاخوان واضح، وهو عوده النشاط فورا، لان حضرتك فورا اشكرك كابتن. تحت امرك. عايز تسال الحاج بهاء حاجه يا كابتن؟ لا مش حاجه، عايز اقول لحضرتك حاجه. اشكرك يا حاج بهاء، شكرا جزيلا يا حاج بهاء.